الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه تخليل الليمون الاصفر. معايا ليمون اهوت موجود كتير في السوق دلوقتي ورخيص، الكيلو ب15 جنيه وب10 جنيه كمان. انا جايبه معايا اهوت 3 كيلو ليمون. هنغسله تغسيله كويس قوي بالواحده بوحدتها، تغسله عشان يبقى فيه نتوءات كده سمرة تشيلها منها. تغسليه كويس اهو بالميه الساقعه. والليمون كتير دلوقتي في السوق الاصفر دهوت بالذات، هاتيه وخليه يعني، ويفضل معانا نعمله بطريقه كويسه يعني مختلفه، يعني تعمل يفضل معاكي من السنه للسنه. والله فضل معايا السنه للسنه. معايا بقى حله مليانه ميه اهيت مغليه، وحاطه فيها عصره ليمونه عشان الميه ما تخليش الالمونيا تسمر يعني. ميه مغليه وتيجي حاطه فيها الليمون اهو. اول ما تعشي يا دوبك تحطي الليمون في الميه المغليه وتشيليه بقى على طول، وتقعدي تغيري له كده لمده 3 4 ايام ميه ساقعه، وتسيبيه في الميه السخنه لحد ما تبرد عليه. الميه المغليه تحطي فيها الليمون، وتحطي فيها وتسيبيه في الليمون فيها لحد ما تبرد عليه. وبعد كده تغيري له بقى تغيري له 3 ايام ايه الميه في اليوم الواحد، تغيره 3 مرات عشان يحلو معاكي بسرعه. المره اللي فاتت تروح معاكي بسرعه. معايا شطه برضو شرياوت من فلاحه، ولا مروخر جايبين من فلاحه. الشطه بتغسليها وتمسكي تشيلي القمع اللي فوق دوت وتشقيه نصين كده زي ما انتوا شفتوا معايا كده اهو. وتحطي بقى رقه ليمون ورقه شطه. والشطه دي انا سبتها بره ما جبتها من الفلاحه يومين تدبل شويه عشان ايه ما تمرش مني، تفضل معايا برضو من السنه للسنه اهو. والليمون تحطي رقه شطه ورقه ليمون زي ما قلت لك، تشيلي قمع الشطه وتفتحي بقها من فوق كده بس كده فتحه صغيره زي ما شفتها معايا كده، معايا زي ما شفتها كده. وقلت لكم دوبك الميه تغلي بتاعه الليمون، وتسقطي فيها الليمون وتسيبيه لحد ما يبرد، وتقعدي تغيري له الميه 3 ايام في اليوم 3 مرات اهو. وتحطي رقه شطه ورقه ليمون اهو. والطريقه دي هتقعد معاكي من السنه للسنه. الليمون هيفضل زي ما هو مش متفتح، وهيبقى طري برده حلو من جوه، وهيبقى كويس ويقعد معاكي من السنه للسنه اهو. وهاتيه وجربيه واعمليه وهيقعد معاكي حلو. تحطيه بقى على الاكل يبقى جاهز معاكي، تحطيه تقدميه مع الاكل يعني، ويبقى طعمه جميل خالص وطعمه حلو خالص اهو. بتهزي برطمان كده عشان ما يبقاش فيه فراغات. معايا بقى ميه على حسب كميه الليمون اللي عندك، تكون حطي فيها شطه حمراء اهيت، وفيها بسيط حراق يعني، شطه بارده وفيها بسيط حراق اهيت. تحط على معلقه السكر اهي. والشطه برضه تحطها على حسب الكميه. والملح بقى يا دوبك ملح الليمون يبقى زاد شويه عن الملح اللي تحطيه في الاكل اللي انت بتاكليه العادي، ما تزوديش عشان ما يغيرش طعم المخلل. اي مخلل الملح بتاعه يبقى زايد حاجات بسيطه عن الملح الاكل اللي بتاكليه العادي اهو. وتحطي بقى كده، تحطي كيس فوقيه كده عشان ما يدخلوش هوا ويعمل طبقه من فوق وحشه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك واعملوا اعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.